طيب اوكي، عموما معنا اتصال طه من جدة. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. يبدو لي ان عندك مصادر حسب اتصالك وتواصلك عن الكابتن عبد العزيز السعران واولمبي الشباب، تفضل. اول حاب اتكلم في البدايه عن نقطه الكابتن عبد العزيز السعران. الكابتن عبد العزيز السعران هو احد ابناء النادي المخلصين للنادي. جميل. الذي يحترق لاجل شعار النادي. ترفع صوتك شوي بس اخوي طه. طيب زين. معي مداخله بخصوص الكابتن عبد العزيز السعران اللي سبق ناقشت فيه. الكابتن عبد العزيز السعران من اللعيبه اللي يخدمون النادي واحد ابناء النادي واللي يحترق عشان شعار النادي. طبعا الفتره الحاليه اللاعب له نايل بلح الشام ولا عنب اليمن، يعني له مع النادي وله منسق. يعني نتمنى من إدارة النادي أن تقدر هاللاعب اللي يعني يحترق عشان الفريق، اللي يقدم عشان الفريق الشبابية، عشان الشعار الشبابي. إما تقوم بتنسيق وإعطاء باقي مستحقاته أو أن تخليه يشارك مع بقية الزملاء واللاعبين. يعني صراحة حرام نجد مثل هذا يري التمارين الانفرادية. يعني ما أدري عد ايش هدف الإدارة من الموضوع هذا. طيب. كمان حاب أتكلم. ممكن؟ تفضل. ممكن نتكلم عن الفريق اللومبي. الفريق اللومبي بالعكس ممكن النتائج سيئة. على عجل لو سمحت. اتفضل. أقول له على عجل لو سمحت، تفضل. أجل قطع. الفريق اللومبي ممكن النتائج سيئة، بس عندنا ما شاء الله نجوم كبار في الفريق اللومبي. هم نحن الأول والأخير انه نتشرف بنجوم كبار يخدموا الفريق الأول في الفترة القادمة. ممكن عدة عوامل أدت إلى انخفاض المستوى وإلى النتائج السيئة. بداية تغيير الجهاز الإداري، طبعا الجهاز الإداري الحالي جهاز على أعلى مستوى، بس ممكن تغيير له دور طبعا. زائد إنه المعسكر اللي كان يفترض يقع في أبها ما أقيم وتم إلغائه، ممكن هذا أثر. أيضا الإصابات ما شاء الله إصابات بالجملة في الفريق الأولمبي. كان عبد الرحمن بركة، جهاد هزازي، بدر السليطي، نجوم كبار. مشكلة فقر عبيت مع إدارة النادي طبعا، والحمد لله تحلت. فقر لاعب كبير وما حمل نتائج الفريق. فقر بالعكس وجود دعم للفريق، يعني بالإضافة للكابتن محمد الشمراني دعم قوة للفريق في الهجوم، في مجد الزهراني، في عدة أسماء إن شاء الله لها مستقبل واعد، بالإضافة لعدة عوامل أخرى يعني أدت للشيء هذا اللي عندي. وكمان عندي مداخل بخصوص عبد العطيف. يعني أتمنى من الجمهور عدم ظلم عبد العطيف. إلى الآن لم نسمع نحن أي شيء من طرف الإدارة، لم نسمع أي شيء من طرف الكابتن عبد العطيف يعني بخصوص المشاكل اللي تحدث. المشكلة أنها كلها مصادر خاصة يعني، وكلنا نغني على ليلى. هذه المشكلة يعني اللي حاصلة في النادي. جميل. شكرا طه من جدة، يعطيك العافية على تواصلك.